ايفونات ما تشتريهاش في 2023. ومن غير ما اضيع وقت كتير تعال اعرفك ايه هي الايفونات دي بالتحديد. بس قبل ما نتكلم في اي حاجه كده انزل تحت اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه ويلا بينا نبدا. الايفونات اللي انا هكلمك عليها في الفيديو ده قيمه مقابل سعر مفيش خالص، وايفونات لا تستحق ان انت تستخدمها في 2023 ومش هتساعدك في اي حاجه في الحاجات اللي انت بتعملها في يومك، زي الايفون 6 اس وال6 اس بلس. لما اجي اقول لك ايفون 6 اس و6 اس بلس ما تجيش تقول لي والايفونات اللي قبلها بقى الايفون 5 اس والحاجات دي كلها، لان اللي قبلها برضه نفس الكلام. فاهم؟ ايفون 6 اس و6 اس بلس مش بيدوك اي حاجه ولا اي قيمه، يعني مش هيساعدوك اصلا في المهام اليوميه اللي انت بتقضيها. وغير كده وكده الايفون اصلا جاي بكاميرا واحده بس في الظهر 6 اس و6 اس بلس، فمفيش حتى بورتريه ولا اي حاجه غير بس تصوير الفيديو اللي هو كويس فيهم. اول جزئيه كده من الايفونات معانا هم ال 6 اس وال 6 اس بلس وما قبلهم بقى. وفي كام جهاز كده مزنوق في فئه الايفون 6 اس وال 6 اس بلس، وهما الايفون 8 وال 8 بلس وال7 وال7 بلس. الايفونات دي يعني انا بنصحك يعني ما تجيبهاش لو هتعتمد عليها كاستخدام رئيسي، كموبايل رئيسي ليك بتتصفح بيه بتعمل بيه كل حاجه، فانا ما انصحكش تجيبه في 2023. وكمان اساسا ان الدعم بتاعهم موقوف، ايفونات راحت عليها خالص. انت ممكن تجيب ال7 بلس او ال8 بلس كاستخدام ثانوي، موبايل ثانوي مع موبايلك الرئيسي. فاهم؟ وانا بتكلم هنا مش للناس اللي معاها الموبايل، يعني انت مثلا معاك الموبايل ما تقوليش الموبايل اللي هو شغال معايا زي الفل والكلام ده، انا بتكلم عن الناس اللي راح تجيب الموبايل جديد. وبعد كده ندخل على الايفون اكس. في ناس هتقول لي ايه ده ايفون اكس وانا معايا الايفون اكس وشغال معايا زي الفل والكلام ده، انا عارف ان انا هسمع منه، ولكن ايفون اكس مش بيقدم لك اي قيمه مقابل السعر خالص. وبل كمان ان الاكس ممكن تزود 500 جنيه وتجيب الايفون اكس اس، والاكس اس هيديك كاميرا كويسه وسوفت وير احلى وهيديك استقرار اكتر من الاكس. والمشاكل اللي كانت بتظهر في الاكس اللي هو الخط اللي بيظهر في الشاشه والكلام ده كله راح في الاكس اس، فهيديك تجربه استخدام احلى بكتير من الاكس. فانا من وجهه نظري لو انت رايح تشتري ايفون اكس خده كده وارميه في الزباله وما تجيبوش. وبرضه بعيد تاني مش الناس اللي معاها الاكس وشغال معاها زي الفل، انا بتكلم عن الناس اللي راح تجيب ايفون جديد. وممكن في نفس فئه الايفون اكس عندك الايفون اكس ار لو انت مش عايز تزود فلوس، ولكن الاكس ار ما فيهوش بورتريه، في كاميرا واحده ولكن بتصور تصوير عادي من غير بورتريه، وبيديك بورتريه هو بس سوفت وير، مش بورتريه زي الكاميرا ال 3 اكس مثلا زي ال 13 برو ماكس او ال 2 اكس وهكذا، لكن هو بيديك بورتريه زي الايفون 11 اللي هو 1 اكس. والاكس ار ده هيديك نفس معالجه الاكس اس في الصور، انما الاكس المعالجه بتاعته نفس ال8 بلس ومعالجه صور قديمه. فلو بتفكر ان انت تشتري ايفون اكس جديد اركنه وعندك اختيارين، يا تجيب اكس ار في نفس سعره يا تزود شويه وتجيب الاكس اس. وبعد كده ايفون انت هتستغرب لما اكلمك عنه، عشان لما اقول لك ما تشتروش في 2023 وهو ايفون 11 هتقول لي ايه ده ايفون 11؟ اقول لك ايفون 11 في 2023 ما يستحقش، لانه مش بيقدم لك اي قيمه مقابل سعر، بيقدم لك شاشه اي بي اس رديئه في موبايلات ب 3 4000 جنيه، وما فيهوش تصوير بورتريه وما فيهوش اي حاجه. يعني بعد ما سعره غلي هتدفع 16000 جنيه في ايفون 11؟ حرام. بل البديل بتاعه انت تجيب الايفون اكس ماكس وارخص منه، والديزاين بتاعه كخامات اشيك بكتير من وجهه نظري. بس الايفون 11 بيقدم لك ايه على الاكس ماكس؟ معالج اعلى بفرق جيل، وفرق المعالج ده انت مش هتاخد بالك منه غير في المهام التقيله، لما تتقل على الموبايل فهتاخد بالك منه، غير كده مش هتاخد بالك منه خالص. وممكن لو انت مش عايز تنزل للاكسس ماكس ممكن تجيب ال11 برو. 11 برو تزود شويه فلوس وتجيب 11 برو كسر زيرو بحاله كويسه، فهيكون افضل كتير، او 11 برو ماكس. وفي ايفون محشور في الفئه دي ايفون 12. الايفون 12 ده انا برضه شايفه مش بيقدم لك اي قيمه مقابل سعر، بطاريه مش كويسه تعبانه جدا، والايفون 12 بيقدم لك نفس الحاجات اللي بيقدمها الايفون 11 انه ما فيهوش كاميرا بورتريه والكلام ده. فانت الايفون 12 ده محشور كده في الفئه دي، يعني مش مقتنع بيه اصلا. فانت برضه هتيجي تقول لي الايفون 12 معايا وشغال معايا زي الفل، انا بتكلم برضه على هيروح يشتري ايفون جديد. وفي ايفونين كده برضه مزنوقين هما ال12 ميني وال13 ميني. الايفونات دي يعني ما بحبهاش خالص، بطاريه ضايعه، شاشه صغيره من اصغر ما يكون، مش هتعرف تتعامل معاها خالص، يعني لو بصبعك ده كده جيت على الشاشه انت غطيت الشاشه اصلا. فاهم؟ فالبطاريه مش هتكمل معاك، ولا شاشه كويسه ان انت تتفرج على افلام ومسلسلات عليها ولا اي حاجه. ايفونات ما تستحقش الشراء اصلا، ال12 ميني وال13 ميني دول. اشتري بقى ال12 ميني او ال13 ميني في حاله ان انت مزنوق وعايز موبايل صغير وهتموت على موبايل صغير، في الحاله دي ان انت
تشتري الايفون 12 ميني او 13 ميني، غير كده ما انصحكش، البطاريه هتضيعك. وفي ايفون كده برضه والله مش مقتنع بيه، ما تشتروش برضه في 2023، وهو الايفون اس اي 2020. ان انا بشوف في ناس بتجيب الايفون اس اي ده، عندك معالج خرافي وعندك عتاد رهيب، بس الموبايل قد كده، مش هتعرف تستغل العتاد الخرافي الموجود في الموبايل في حته موبايل قد كده. فموبايل انا مش مقتنع بيه اصلا، وبنصحك ان انت ما تشتروش في 2023. فبس كده اكون خلصت نصيحتي ليك في الموبايلات اللي انت ما تشتريهاش في 2023، والايفونات دي اصلا سيئه جدا. فتعالى كده ارص لك القائمه من الاول في الايفونات اللي احنا اتكلمنا عليها. ولكن قبل ما ارص لك القائمه، انا في اول الفيديو كنت بكلمك على اشتراك كده، ما عملتوش، برجوله انزل اعمل سبسكرايب، ولو كملت لغايه دلوقتي في الفيديو والفيديو عجبك انزل اعمل لايك وقدر المجهود. وتعال اقول لك عن الموبايلات: ايفون 6 اس و6 اس بلس وما قبلهم، وايفون 7 و7 بلس، وايفون 8 و8 بلس، وايفون اكس، وايفون 11، وايفون 12، وايفون 12 ميني، وايفون 13 ميني، وايفون اس اي. فبس كده، انزل تحت اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان هتشوف شويه فيديوهات جايه كتير جدا وهتعجبك. فاعمل لايك وسلام.